ابو نعناع مع حجر مزاج الخير بعد السمك يوزن الكلام ويظبط الدماغ. الله، مزاج زين يا فندينا، عشان بقى نتفق ونبارك. حصة كل واحد من الرجالة دي برقبتي. بس السعر عالي قوي يا فندينا. دي تسعيرة سوق، انت عايزني ابيع بره تسعيرة السوق يا معلم يا رجالة؟ ايوه يا فندينا، احنا برضو رجالتك ولينا عشم فيك. احنا عايزين ناخد البضاعة بسعر المرة اللي فاتت، وكده تبقى عملت معانا واجب صح. لا اله الا الله. ما هو انتوا لو تعرفوا انا بجيب البضاعة ازاي هتعذروني. انا مقدم للحكومة 3 خرفان من خيرة الرجال عشان ادخل البضاعة دي وتسترزقوا. خلاص يا فندينا، سلمها لنا بره واحنا نسلكها. مش هتعرف يا معلم، السكك كلها متشمعة. واحنا برضيك لينا سكاكنا. خلاص جايبها انت بقى كلها من بره ويبقى من دقن وفتله وفضها سيره. ايه ده بس يا فندينا، الكلام مش كده، الكلام اخده وعطا. والسوق عرض وطلب يا حبيبي، واللي مش عاجبه يتصرف. انا جايب لكم بضاعه مقشره لغايه عندكم، بلاش بطر بقى. خلاص يا فندينا، خلاص اللي تشوفه، اقعد بس كمل قعدتك. القعده بقتش تلز، بقت سحابه مغيمه وطياره النفسين. يا فندينا احنا برضو رجالتك ومحاسيبك. تسمعوا الكلام؟ حاضر يا فندينا حاضر، بس اقعد كمل قعدتك، اقعد بس اقعد. اسمعوا المفيد يا رجاله، اللي عايز منكم يكبر ويكسب الطاقه 10 يوسع النشاط ويفتح دواير جديده. يفتح دواير جديده. سيبوكوا بقى من شغل النوادي بتاع التمانينات ده، خشوا على الجامعه، على الجامعه، على الكافيهات، السايبر اللي هو بتاع ايوه عارفين. الاماكن دي كلها منفذه على بعضها واربابها جاهزين وعلى المفتاح. واللي هيخش منكم بقلب جامد ليه عندي الحلاوه والمكافاه، وكل واحد على قد اجتهاده ويتوب علينا ربنا. الفاتحه. لا بقى في تاريخ ولا جغرافيا. راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسم ابو سنه من على الوجود. خميس النهارده بقى غير امبارح خالص يا بدران. الكيمياء غيرته، ركب على الكل ودلدل رجليه، عايز يدوس على الكل حتى خاله. خميس باعك يا معلم؟ خميس ده ابني، انا اللي مربيه. كنت بشوفه قدام عيني كل يوم بيكبر شويه شويه، كنت حاسس انه حته مني كانه ابني. كنتش عارف انه هيجي يوم ويرميني الرميه دي ويعايرني باللي راح. وضاويه سنداه واقفه في ظهره بتحميه تشجعه. كل اللي يهمها انه يكبر ويسيطر على السوق ويجيب لها الحفيد اللي يملى عليها البيت ويدوس على الكل حتى على اخوها. خميس مسنود من الباشا يا معلم، مش من الست ضاوية. باشا مين؟ ده انت مش فاهم حاجه. انا كنت فاكرك بدران، طلعت بدر واحد. كل ده تخطيط ضاويه ورسمها. قلبت على الباشا ذات نفسه لما رفض خميس يدي كتف للنوح ويطلعه من السوق ويسلمه للحكومه تسليم اهالي. معقول؟ خميس اللي مكاوب نار الغدر يغدر؟ مش مصدقها دي يا معلم. لا صدق، صدق يا بدران. خميس النهارده بقى غير خميس بتاع امبارح خالص. كل يوم كرشه بيوسع ونابه بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشه. عشان كده لازم يخلص ممنوع. وعلى رأي المثل يا نوح ما بعدك نوح. زيح زيح من على قلبك يا معلم. زيح؟ لا مزاح، لدرجة إني بفكر أشتغل مذيع في الإذاعة.
القلب معبي لتمة عيونه غدران من يوم ما اتعلقت في شباك شوق دايما. مكتوب، ما هو العشق ده زي الرزق، لا ينفع فيه شفاعة ولا ضغيره شطارة. شوق شكلها عامله لك بدل العمل 10 يا معلم. عادي يا ست شادي، صديقي وقريب قوي من قلبي، مع ان فرق السن بينا كبير قوي، بس بحبه. ليه مالك اتنفضت كده ليه؟ ده احنا ضيوفك يا راجل. سوري مش قصدي. ازيك يا شادي؟ عامل ايه دلوقتي؟ للأسف لسه عايش. للاسف لسه عايش. تحس ان مسلسلاتي قوي. قوي. بقول لك ايه، ما تخليش الدكتوره تاخد عنك فكره مش مظبوطه. دكتورة؟ صيدلانية عشان ما تفهمش غلط. اظن دي كانت بالنسبه لك كنز الكنوز، ها؟ قبل العلاج. ايوه كده يا شادي، وريني وشك الحلو على طبيعته والابتسامة اللذيذة دي اللايقة على سنك. أنا اتخنقت من القعدة هنا. كل بص على المكان ده أحس إن أنا ميت ومدفون فيه. شادي، انت هنا عشان تخرج تعيش مش تموت. وعلى فكرة انت الوحيد اللي في ايده القرار ده، لا دكاترة بقى ولا تحاليل ولا حتى اهلك. والله ما كنت أعرف إن الهباب ده هيوصلني هنا. يلا منهم لله اللي كانوا السبب. بقول لك ايه يا شادي، ما تعلقش اخطائك على شماعة غيرك. انت اللي عملت في نفسك كده، وانت اللي جبت نفسك لحد هنا بسبب الهباب اللي كنت بتاخده ده. ده أنا كنت باخده عشان أعرف أسهر وأذاكر. طب سيبنا خالص من الموضوع ده. قول لي يا شادي، بتحب؟ أنا ايه مالك كذبت كده ليه؟ ما ترد، بتحب ولا ما بتحبش؟ بقول لك ايه، احنا بقينا اصحاب وستر وغطا على بعض. بتحب ولا ما بتحبش؟ أيوه. امال هي فين؟ أول لما عرفت إن أنا هنا اللي عملته قطعت علاقتها بيا. اسمعني يا شادي، انا مش عايزه اوجع دماغك بنصايح اتقالت لك كتير قوي من كل اللي يعرفوك. انا بس عايزه اقول لك حاجه، حطها حلقه في ودنك. مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تخسر الناس اللي بتحبهم وبيحبوك، صدقني. وانك تفضل مرمي في مكان زي ده ما انتش طايقه وحاسس انك ميت فيه، صح؟ يا صباح الفل على احلى بنوته في الدنيا. ايه الصباح الجميل ده؟ مين يا فتنة؟ سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا ام فتنه؟ أهلا يا خميس يا ابني. اهلا اهلا. انا قلت بقى ايه، اجي اصطبح في وش تونه الجميل ده قبل ما اروح اشوف رزقي. قلت اجيب لها بقى الكنافه المحشيه اللي هي بتحبها عشان تذاكري بمزاج وتجيبي اعلى نمر. ايه ده معقول؟ هو انت لسه فاكر ان انا بحب الكنافه؟ امال مش بس الكنافه، ده في كمان بقى ايه، جبت لك القماش ده. بص الحته دي بقى، اول ما شفتها قلت دي اتعملت علشانك. تعمليها بقى بلوزه، تعمليها فستان، فانيلا، ستاره لامك. براحتك بقى. المهم يكون يعني ايه، ذوقي عجبك. والله دي لونها حلوه قوي. جمالك كترت قوي يا فندينا. اعوذ بالله اعوذ بالله. جمايل يا ام فتنه، احنا في بينا جمايل؟ امال فين عم زغلول؟ راح يشوف أكل عيشه. مش كنت تقول يا فتنه؟ ما يصحش نخش برضه وراجل البيت مش هنا، احنا ولاد بلد ونفهم في الحاجات دي كويس. وانت ازيك يا ام فتنه؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب نستأذن احنا بقى. ما تخليك قاعد شويه. ما هو ما يصحش نقعد يا عم زغلول مش هنا. هبقى افوت عليكي تاني، بس انا عايزك تذاكري كويس. اعلى نمر. اعلى نمر. ها؟ والمكتبه دي انا هسمعها لك كلها، كل دي كتب. عايزه حاجه؟ ميرسي. ايه؟ ميرسي. علام نور برضه. قوليها تاني كده. ميرسي. خطيره خطيره والله. هقولها للزوز دلوقتي. السلام عليكم. هاي باي. بقول لك ايه يا ام فتنه؟ نعم. الكنافه دي لفتنه. لفتنه. ها؟ وبيسلم لنا على عم زغلول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بنت؟ بتضحكي على ايه؟